السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا صباح الهنا على احلى متابعين في الدنيا كلها، يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلام. النهارده بقى هنعمل مع بعض ايه؟ هنعمل مع بعض ورق العنب بطريقة جديدة. زي ما انتم شايفين كده معانا لفايفة ورق عنب. اول حاجة كده معانا هنعملها، معانا الصلصة. انا كنت مصلصاها كده صلصة المحشي. بحتفظ بيها في الفريزر عادي، لو انتوا حابين تعملوها وتشيلوها. بنبدأ بقى نطلعها وكده ونحيقها، نحط لها ملح وكمون وكزبره ناشفه وسنه كده فلفل اسمر، ونبدا بقى ان احنا نضيفها كده على الرز ونقلبها تقليبه كده على الرز. دي بقى لفافه ورق عنب. انا هعمل معاكم كذا لفه، هعملها باللفافه ديت وهعملها برده بطريقه تانية. انا معايا لفافه، ببدا احط الورقه الناعمه من تحت والورقه الناحيه الخشنه من فوق، وابدا احط كده فيها معلقه من الرز. زي ما انتم شايفين كده بيطلع حجمها متساوي، حجمها كده مظبوط، وبيطلع حجمها واحد. يعني لو حابه تعملي كده كميه او تعملي كده للضيوف، بتبداي ان انت ترصي كده في الحله، وتكوني حاطه ورق زبده كده من تحت. لما تقلبي الحله بيطلع كده الشكل متساوي، والشكل بتاعها حلو قوي. اللفافه دي جميله جدا. انا بصراحه انا كنت خايفه ان انا اجربها، بس قلت لازم اجربها كده معاكم. هي طالعه من زمان، سعرها مش غالي. موجوده كده في محلات مستلزمات كده البيت، يعني كده حاجات موجوده. زي ما انتم شايفين كده سهله جدا، بتنجز معاكي الوقت. زي ما انتم شايفين كده الورقه بنحط الناحيه الناعمه من تحت اهو، والناحيه الخشنه من فوق نحط فيها معلقه من الرز. بس في ثانيه واحده بتطلع معانا ورقة العنب. اهم حاجة بس ان انت تكوني الورقة مظبوطة معاكي، يعني ولا صغيرة ولا كبيرة، عشان تطلع الصباع متساوي معاكي. واعمل معاكم برضو طرق تانية برضو، اللي هو لف ورق عنب. بس انا حبيت اعمل معاكم الطريقة ديت للناس بقى اللي بتبقى زهقانة كده من لف ورق عنب، وتحس ان هو صعب في لفه. فانا حبيت كده اوريكم الطريقة ديت. بصراحة سهلة جدا زي ما انتم شايفين كده، يعني ما بتاخدش معانا بصراحة ثواني. زي ما انتوا شايفين كده الصباع بيطلع معانا مظبوط، وبيطلع معانا حلو قوي، ولا بقى بتتعبي نفسك ولا في تعب بصراحة ولا مجهود ولا اي حاجة خالص. طريقة سهلة كده، مش صعبة خالص. هعمل معاكم برضو الطريقة التانية بتاعة اللف ورا العنب. بنبقى برضو حاطين الناحية الناعمة من تحت كده على ايدينا، والناحية الخشنة من فوق. بنبدأ نحط فيها برضو معلقة رز، ونبدأ بقى نلفها حسب اللفة بقى اللي انتي متعلمة تعمليها. زي ما انتوا شايفين كده الصباع بيطلع معانا متماسك، بيطلع معانا حلو يعني ومظبوط. الناس اللي بتبقى عاوزة تعرف المقدار، ربع ورق العنب بياخد نص كيلو من الرز، يعني الربع كيلو بياخد نص كيلو من الرز، وعليه بقى الصلصة وعليه الخضرة بتاعته، فهو ده المقدار بتاعه. زي ما انتوا شايفين كده ده الصباع اللي انا عاملاه بايدي. طبعا في فرق ما بين الصباع اللي انا بتعمليه عادي، وان هو بتاع اللفافة. اللي بتعمليه بايدك صغير زي ما انتوا شايفين، اللي بتعمليه اللفافة بيبقى حجمه كبير شوية. كمان يعني احلى حاجة في اللفافة بصراحة ان بتطلع الحجم كله متساوي، يعني بتطلع لك الحجم كله واحد، ولا بقى في واحدة كبيرة ولا صغيرة. بيطلع الحجم زي ما انتوا شايفين كده كله واحد، وكمان بيبقى ملفوف حلو، مش تخافيش ان هو الرز يسيب منه او حاجة. لا بصراحة بيبقى جميل قوي. انا حبيت ان انا جربت الفكرة دي معاكم، وحبيت اوريها لكم. فكرتها بصراحة حلوة قوي. ما تصعبيش يعني الطريقة، هي سهلة كده. خلصت كل الكمية، بدأت ان انا ارصها في الصينية في الحلة، وضفت عليها كده مرقة دجاج وطماطم مقطعة وليمون مقطع. الليمون بيديها مزازة كده حلوة قوي. ما عندك معلقة صلصة برضو، عشان أنا نسيت بصراحة احط معاكم معلقة الصلصة. انا حطيت معلقة صلصة كده بعد ما حطيت المية، صلصة بتاعت التسبيكة عادي اللي على الخضرة. وضفت عليها مية، يعني ما بيفرقش معايا يعني شوربة ولا حاجة. ضفنا عليها المية او عندك شوربة تغلي غلوة كده، ونبدأ ان احنا نوطي عليها، ويبقى كده خلاص ورق العنب خلص معانا وبقى جاهز. ان هو كده خلاص هيستوي بقى معانا ونحضره. كده خلاص خد على النار حوالي بتاع من ربع لتلت ساعة كده على النار. استوى معانا. طلع بقى بصوا منظره جميل، الليمونة بقى مدياله مزازة ما حصلتش، يعني طعمه حلو قوي. اعمليه على الطريقة دي ان شاء الله هتعجبك.